في البيزنس انت محتاج ما تبقاش مقصر، ومحتاج ما تبقاش خايف من اللوم، ومحتاج ما تبقاش خايف انك تواجه، حتى لو انت متأخر، حتى لو انت غلطان، حتى لو انت مكسر، حتى لو انت في حاجة كبيرة. الحل دايما اللي لقيته انك تواجه ايا كان اللي هيحصل، مش مهم. في البيزنس محتاج ما تاخدش الموضوع على نفسك، فانت مش خايف هيقولوا عليك ايه، فانت مش ماسك في سمعتي هيقولوا عليا ايه، هيقولوا طول ما انت متعلق بحتة السمعة، حتة قالوا عليا ايه، حتة الاخر، حتة ان انت عايز تثبت له لاي حد حاجة، طول ما انت عامل زي البيت الازاز اللي خايف يجي فيه اي طوبة فيتكسر. فانت ببساطة محتاج تخرج من البيت الازاز ده وتواجه اي حاجة. هنا هتعرف تروح لحتة بعيدة، هنا هتقدر توصل لمكان مختلف، فمش هيبقى مجرد ان انت بتقدم السيرفيس وبتقدم المنتج المناسب وبتكسب منه. فاللي عايز يوصل لنمو مختلف، نمو فيه بومينج، محتاج يواجه مش معناها ان هو يكون بجح، يواجه يعني حقيقي، يعني الصح صح والغلط غلط، وانا بشوف الصح كذا وحاولت اعمل كذا، ما نجحتش فيه من اول مرة وما نجحتش فيه من تاني مرة، لكن هحاول تالت ورابع مرة، فانا بكمل. وصدقني لو انت قدرت توصل للفورمولا والشكل ده من حياتك واسلوبك وطريقتك، النجاح اللي انت هتعمله بعيد كتير عن اي نجاح في المنافسين. في مجالات كتير هتلاقي عندنا دايما في شركة سابقة بمراحل، بسنين، سابقة في الكورة، في العقاريات، في السياحة. هتلاقي ناس في مجالات سابقة بشكل مميز جدا، ويقول لك ده الأسطورة بتاع المجال ده، الكينج بتاع المجال. هو بسبب ان هو قرر ان هو ما يبقاش نيته ان هو يكسب بس، ما يبقاش نيته ان هو يرضي حد معين، ما يبقاش نيته ان هو يثبت لحد معين. هو قرر ان هو يواجه ويكمل ويفشل 20 مرة عشان يعرف يعمل البوم. فعمرك ما هتعمل البوم والنقلة والفرق الحقيقي وتبقى سابق غير لما زرار المواجهة قدرت تدوس عليه. انا بواجه اي حاجة في اي حد وهحل اي مشكلة، حتى لو انا السبب فيها، حتى لو شركتي السبب فيها، حتى لو التيم اللي معايا السبب فيها، وهحل بجد. هحل علشان احنا عايزين ننجح، مش هحل علشان شكلي، مش هحل علشان سمعتي. انت عايز تنجح وتروح لفرق، محتاج تدوس على زرار المواجهة.